ما تسمعونا حسكم، ايه اللي حصل عندكم، ايه. طبعا دي تحية كده خاصة لجماهير الأهلي اللي أنا منهم، ولابس أحمر النهاردة وحاجة جميلة بصراحة. وألف ألف مبروك الكاس 38. يعني أعتقد إحنا الناس ابتدت تتعب من العد. يعني امبارح كورة وايز الماتش يعني مش أقوى حاجة، مش اللي هو تقريبا قعدنا 70 دقيقة لغاية لما وليد الكارتي سجل الهدف الأول، وبعدين الأهلي ابتدى يسخن شوية. يعني حظ الأهلي إن الجول ما اتأخرش، الجول لو كان اتأخر كان الدنيا اتعرب جدا. ف يعني حظ الأهلي يعني إن الجول ما اتأخرش، وإن هو ما اتحسبش أوفسايد عشان هو الفار طول جدا، ومش فاكر اسم الحكمين مش مهم. نتكلم على الكورة شوية. كولر امبارح كان يعني بصراحه يعني انا احترم قوي المدرب الهادي اللي فيه فكره في دماغه. كلنا عارفين ان بيراميدز بيحبوا يطلعوا بالكوره، اللي هو الشناوي يطلع لاحمد سامي، احمد سامي لبا توريه يجي يستلم منه، لوليد الكارتي، عبد الله السعيد. فامبارح كان في فكره اللي هو كان هدفه في الليله دي كلها اللي هو ان بيراميدز ما يعملش الكلام ده ويبتدي يلعب على عالي، وده اللي حصل امبارح. انت امبارح لو لاحظت اول لما الكوره بتاعت مع الشناوي، حمدي فتحي بيطلع على لاباتوري اللي هو مش هيستلم كوره خالص. مروان عطيه مع عبد الله السعيد، عمرو السوليه مع وليد الكارتي، او العكس يعني مروان عطيه مع وليد الكارتي وعمرو السوليه مع عبد الله السعيد، بحيث اللي هو الكوره ما تطلعش ما يبتدوش هجمه نظيفه زي ما بيقولوا يعني. فده كان اللي بيميز النادي الاهلي امبارح دفاعيا. يعني هجوميا آم، طبعا يعني ده انا هقوله، ده انا اسف عليه طبعا، اتمنى الناس ما تشتمنيش. آه، غياب احمد عبد القادر امبارح فرق شويه. الحل المهاري اللي هو اللي بيطلعك بالكوره بسهوله شويه ما كانش موجود امبارح خالص. يعني بليز ما حدش يشتمني عشان خاطري. انا عارف هو بيتقطع منه الكوره كتير وبيعمل هجمات مرتده عليها كتير، بس هو في الاخر هو حل هجومي لطيف جدا، المهاره موجوده. فاوقات بيطلعك من مواقف انت ما كنتش عامل حسابك انت تطلع منها. يعني حسين الشحات امبارح بصراحه عظيم فشخ، سواء الاسيست بتاع الجون التاني او الكوره اللي شالها من على الخط. هو امبارح يعني مينلي ان يعني كان الشناوي بيطلع غلط واللعيبه بتشيل من على الخط، الشناوي بيطلع غلط واللعيبه بتشيل من على الخط. يعني مشكله الشناوي الابديه والازليه، واخلاقها تفضل موجوده للابد لغايه لما يبطل كوره، يعني اللي هو التوقيتات بتاعته في الطلوع من الجون يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني لينا احنا وليه هو شخصيا، عشان الجماهير الاهلي ما كانتش ترحمه باي طريقه من الطرق او اي سبيل من السبل. كان بجد هيقطعوا فيه جدا، كان هيتبهدل لو كان اللي هي اللي علي معلول شالها من على الخط او من حسين شحات شالها من على الخط. الاثنين دول لو كان في واحد فيهم دخل جون، الموضوع كان هيبقى سيء جدا لمحمد الشناوي نفسه. الناس ما كانتش ترحمه، اللي هو محدش كان هيسيبه يعني. فمبروك جماهير النادي الاهلي. وبصراحه برضو بروفا مهمه جدا قبل ماتش الرجاء. يعني بيراميدز فريق تقيل، فريق كويس كوره وايز يعني. قريب لعبوا من الرجاء برضه بيلعب نفس الطريقه تقريبا، اللي هو بيحاول يطلع بالكوره. فكره ان الاهلي لعب ماتشين ورا بعض في استاد القاهره بجماهير، اللعيبه هتبتدي تتعود على الجماهير، عشان ماتش الرجاء الجاي تقريبا هيبقى فيه 50 60 الف في الاستاد. فاللعيبه الصغيره اللي هي مش متعوده على اللعب وسط جماهير، الدنيا بالنسبه لها تكون ابسط شويه، سلسه اكتر شويه. ودي حاجه عشان برضه كمان ان لما تسافر المغرب في 80 الف هيقفلوا الاستاد، فاللعيبه ما تبقاش اللي هو واصله لمرحله اللي هو اعمل ايه او متوتره او اي حاجه. فكويس قوي اللي هم لعبوا ماتشين ورا بعض بجماهير في الاستاد. بيحط بريشر على اللعيبه اكتر، بيحط مسؤوليه على اللعيبه اكتر، اللي هو الجماهير دي في ظهرك كده كده، والجماهير دي في اي وقت هتلاقيها في ظهرك وكل حاجه. بس نفس الوقت الجماهير دي لو لقيتك مش بتبذل مجهود او مؤثر في حق الفرقه، هتزوم عليك بطريقه مزعجه جدا، مش هتنفعك خالص. فتو بي اونست ماتشين ورا بعض في جماهير في الاستاد، دي حاجه عظمه بصراحه. الف مبروك لجميع الاهلي، الف مبروك ليا شخصيا الحمد لله. واللي جاي بقى يعني احنا متعودين نلاقي الحوار ده، يعني خلصنا البطوله اللي بعديها
يعني يلا بقى دوري، يلا تشامبيونز ليج، يلا عايزين نعدي الرجاء، عايزين سيمي فاينل ونشوف اللي هيحصل بعد كده. ده الكلام المحلي. طبعا برضه كان في شويه كده ايه مقتطفات من الاستاد هوريها لكم دلوقتي كده، نتفرج عليها هتعجبكم يعني، واحتفالات اللعيبه والحاجات دي برضه لطيفه جدا يعني، هوريها لكم دلوقتي. شريف رقم 10، برونو ساليو رقم 11، أيوب ديان رقم 15، محمد مجدي قفشه رقم 19، شادي حسين رقم 20، وأحمد قندوسي رقم 26. الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق النادي الأهلي: كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، كابتن مارسيل كولر مدير فني، كابتن سامي قمصان مساعد مدرب، كابتن هارالد جامبرلي مساعد مدرب، كابتن امبيان يدوي مخطط احمال، كابتن ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، كابتن ياسين سالم محلل اداء، دكتور خالد الجوادي مترجم، دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، كابتن سمير عدلي مدير اداري، كابتن ماهر عبد العزيز نائب المدير الاداري، كابتن عبد الله محسب والسيد كرم عطا اداري الفريق، دكتور محمد وفائي ودكتور مصطفى كمال علاج طبيعي، دكتور ايهاب علي استشاري تغذيه، كابتن ياسر عبد العال والكابتن احمد عبد الغفار مدلل.
تاني حاجه بقى نروح للكره الاوروبيه. اوكي، هو ايه اللي بيحصل في ريال مدريد يا جماعه؟ هو في ايه؟ هو انا كل ما اشجع فرقه تخيش؟ هو مش فاهم يعني. هو الدوري كده كده راح، الفرق 16 نقطة عن برشلونة والدنيا بايظة خالص. برشلونة مش أحسن حاجة، الفرقتين زي الزفت يعني، بس هو الفرق 16 نقطة، فالموضوع منتهي يعني. وفالفيردي بيضرب اللعيبة وموضوع كبير يعني. يعني حوار فالفيردي ده فيه لغط كبير قوي يعني. ناس بتقول باينة شتمه، وناس بتقول تانية ده باينة قال له ابنك مش هيتولد، وناس بتقول باينة قال له اللعيبه بتاعتك هتعيط دلوقتي يلا روحوا عيطوا زي الاطفال. فاللي هو الموضوع عليه لغط كبير قوي وما اعرفش هو يعني. بس هو اللي اكيد ان فالفيردي ضرب باينة بالبوكس، ده الاكيد يعني. الاسباب ما حدش عارف حاجه يعني، اصلا في بوليس انفستيجيشن وليله كده كبيره يعني، اللي هي الشرطه بتحقق يعني. الموضوع يعني خرج عن الاطار يعني. anyway، فريال مدريد خلاص في الشلاحات. بصوا بقى اتفرج عليه في الشامبيونز ليج. برايم برشلونه، برايم ريال مدريد، برايم مانشستر يونايتد، برايم مانشستر سيتي هيتجمعوا كلهم. برايم بايرن ميونخ هيتجمعوا كلهم، وهيبقى هو ده ريال مدريد الماتشات الجايه في الشامبيونز ليج. ولا بيفرق لهم، ولا بص فريق غريب جدا. anyway، الدوري الانجليزي هالاند رجع. طبعا احنا عارفين هالاند رجع فهيجيب اجوان معروفه يعني. هو لعيب الكتروني، هاكر، مهكر اللعبه، مهكر الدوري الانجليزي. ففاضل يعني الراجل عدى 44 جول في الموسم، والموسم لسه فاضل شهرين، اللي هو قافل يعني. مش عارف ايه ده بصراحه. anyway يعني هو بص فاضل شهر، اللي هو خلاص يعني. الراجل هو هيبقى جاب جولين، كان 28 بقى 39، فاضل له جولين ويعدي صلاح. اللي هو الماتش الجاي موست بروبلي هيلعبوا ليستر هوم، هيروقهم 3 مثلا، هيجيب 3 اجوان وهيخلص يعني. فهالاند رجع، فمانشستر سيتي كسب معروفه يعني. هالاند رجع، مانشستر سيتي كسب. بس مانشستر يونايتد كسبنا الحمد لله، دينا ماتشين بنكسب اهو، والدنيا ماشيه لطيفه. بس مع الوقت نفس الوقت ان المنافسين بيكسبوا يعني. توتنهام ده ما كانش شايف، مشي كونتي ابتدى يكسبوا ماتشين ورا بعض. نيوكاسل مره واحده 5 وينز ورا بعض. قطر ايزاك ده قلب يعني، بما ان هو سويدي فهو قلب برايم ابراهيموفيتش يعني. بيعمل حاجات غريبه جدا في الكوره. فمش عارف يعني. انا ابتديت اشك في حوار الشامبيونز ليج ده بصراحه. اتمنى ان احنا يعني نوصل الشامبيونز ليج، عشان ما وصلناش الشامبيونز ليج هنعاني معاناه سافره قاتله مميته. انا شخصيا مش هبقى موجود على قيد الحياه. ايه تاني بس. وفي الشامبيونز ليج بقى النهارده يوم 3 بصار فيدي ده، في الشامبيونز ليج النهارده في خناقه كبيره جدا بين مانشستر سيتي بايرن ميونخ. فالموضوع مقلق. انا شخصيا قلقان. ماتش العالم كله بيترقبه تقريبا، توخيل، جوارديولا، هالاند، ماني، يعني جوريتسكا، دي بروين. يلا بينا هنتفرج على كوره جميله كده بعد الكوره المحليه خلاص خلصت، نتفرج على كوره اوروبيه بقى. وبكره بقى ايه تشيلسي حبايبي بيبيز هيلعبوا المارد الكروي ريال مدريد. اوكي. وفي اي سي ميلان ونابولي، ماتش بوتنشال لطيف جدا. بس هو اي سي ميلان لسه مديهم 4 في الدوري، فهل هيبقى الوضع مختلف عن الدوري، ولا هيبقى نابولي وفارتسخيليا واوسيمين والناس الغريبه اللي بيشعوذوا دول ايه اللي هيحصل؟ هنتفرج على الكلام ده بكره. بس كده. كان معاكم انا زيزو، السلام عليكم.